العودات هي واحدة من أهم الحاجات في البرو ريسلينج، واللي بتخلي الأدرينالين عندك يضرب في قلة تحتاني يعني. فعشان كده فيديو النهاردة عن أحسن 5 عودات في تاريخ الدبليو دبليو إي. فيلا بينا نبدأ الحلقة. عودة براي وايت 2023. والصراحة دي مش حاططها على سبب المعايير، أنا حاططها عشان أنا بحب براي يعني. مش عارف، بس معلش دي اللي هخرج بيها بره عن المعايير، لان التأثير اللي عمله براي بعدها ما يعتبرش كبير، هو ملحقش. لكن يا جدعان براي وايت يعني انا بحبه صراحة، فمعلش استحملني في دقيقة هحط براي. عودته في 2023 كمان كانت حلوة جدا يعني. فكرة الكيو ار كود اللي كانت معمولة اللي وصلتنا للاكستريم رولز علشان هو يرجع في الاخر، لا كانت واو يعني. انا فعلا كنت قاعد يعني طب يلا بقى يا براي بقى. ويمكن على فكره عوده براي وايت في 2023 من اسباب ان انا رجعت اتفرج على المصارعه، بس كنت بتفرج برضو على خفيف يعني، ما كنتش بتفرج على تقيل قوي، لا كنت فرجتي على خفيف كده هو. بس عودته خلتني ارجع كتير وخلتني ارجع الشغف، لان انا بحب براي وايت وبحب دماغه جدا يعني. ويعني ريست ان بيس يا براي يا اخويا. يلا يعني انت كنت والله كنت بحبك، بس يعني يلا الحمد لله. الموضوع كله بيبدأ في 2007 لما جون سينا بيتصاب، وجون سينا ساعتها جات له اصابه في كتفه وفضل غايب لمده كبيره قوي. فضل حتى يعني لدرجه ان هو كان داخل في عداوه او فيود مع راندي اورتن وما كملوش بسبب الاصابه اللي في كتفه ديت. ودي اصلا كانت بدايه اصابات جون سينا في الكتف يعني، اللي في الاخر طولت قوي بعد كده. لكن يعني جون سينا ساعتها جات له الاصابه ديت وعداوته مع راندي اتوقفت وكل حاجه، والاصابه دي مشهوره عشان سينا يفضل غايب. وكان خلاص الناس كلها مقتنعه ان سينا يا جماعه مش هيرجع كده كده في اي وقت قريب، هو على بعد المنيا بقى ان شاء الله. الكلام ده كان في 2008 يعني، كنا اللي هو هنخش في نص 2008 وسينا غايب. لكن وصلنا للرويال رامبل 2008، مصارعين كلهم في الحلبه، تريبل اتش واقف في نص الحلبه، العداد وصل لزيرو، رقم 30 مين؟ نيم جون سينا بيرجع في لحظه يا جدعان. انا كل ما بفتح اليوتيوب او اي حاجه اشوف اللقطه دي انا بقى اسمي بيقشعر. يخرب بيت حلاوه العوده دي، يخرب بيت حلاوتها، بحبها جدا. بص مش متوقعه طبعا، الناس كلها مقتنعه ان سينا ده راجع بعد شويه حلوين، يرجع دلوقتي واو. عمل حاجات بعد طبعا ما رجع عمل حاجات. لا عودة جون سينا دي يا جماعة من أفجر عودات الدبليو دبليو إي. وأيام ما كانت الدبليو دبليو إي بتعرف تتستر على نفسها وما بتبينش إن فيها عودات ولا أي حاجة، أيام حلوة والله. فبس الصراحة تستحق تبقى معايا المركز الرابع، أنا بعشق العودة. If you want some, hurry up and come get some. في المركز الثالث معايا أكتر عودة الصراحة. أنا العودة ديت أكتر عودة يمكن مربوطة في دماغي بعد عودة كمان لسه جايين لها. طبعا عودة الهاردي بويز ريسل مانيا 33. الموضوع كله بدأ يا قلب اخوك لما في الريسل مانيا 33 نيو داي وقفوا. كان في ماتش فرق للسلالم يعني على بطولة التاج، والنيو داي وقفوا وقالوا ان الماتش مش هيكون ماتش فرق سداسي، لا ده هيكون تماني بانضمامهم هما وفرقة كمان داخلة، عشان فجأة يتشاوروا على فرقة اللي تدخل، واللي يدخل كان يبقى مات هاردي وجيف هاردي. يا نهار ابيض يا جماعه يا جدعان الاحساس في العوده دي. وانا كنت من المحاضرات اللي شافوها لايف، الحمد لله كنت منقطع عن العروض، بس كانت منيا فقلت اتفرج، مع انها يعني كانت منيا زباله بس قلت اتفرج. ولا لا لا يا جماعه في يعني ايه يا جماعه العوده دي يخرب بيت حلاوتها. عارف لما 3000 كيلو ايرانيين يتضربوا في عروقك؟ شوف طفلت يا جدعان. انا بعشق جيف هاردي، فلان انا كوني اشوفه تاني وراجع يا خبر ابيض، دي كانت حاجه بالنسبه لي يعني مش عارف في اللفظ اللي انا هقوله، بس it was a fucking holy shit فاهم. it was يا نهار ابيض، اللي هو انا فضلت متثبت في مكاني كده. بعدين ان جيف هاردي يعني بوظ الدنيا وخرب الدنيا بعد ما رجع وما قدمش ربع اللي كنت مستنيه، بس على الاقل العوده كانت حلوه وانا اتبسطت بيها. فيعني معلش ماشي معايا الدنيا عشان جيف هاردي وانا هختاره يعني، معايا قناتي وانا اللي هختار فيها اللي انا عايزه، خلاص بقى بس كده. Me, the charismatic enigma, Jeff Hardy.
ويلا نبدا الجدل ونبدا الرخامه بقى ونشوف مين اللي احسن ومين الاوحش والكلام ده. ويلا نبدا الجدل في الاختيار للمركز الثاني. وعشان اقول لك مين المركز الثاني محتاج ارجع معاك لرويال رامبل 2020 وانت عرفت انا هقول مين. رويال رامبل 2020 رويال رامبل قويه جدا. درو ماكنتاير مولع الدنيا وخرج بروك ليزنر اللي كان مخرج يجي 10 مصارعين يعني قبلها. العداد وصل ل 21. 3 2 1 فجأة ايدج المصارع اللي غايب بقاله 10 سنين 10 سنين من 2010 يرجع للاتحاد بعد غياب يعني حاجة غياب تاريخي. 10 سنين كاملين غايب ومتصاب في رقبته بيرجع للاتحاد. يا جماعه يا جدعان انا مش بس انا اللي مخلي العوده دي المركز التاني ان انا ما شفتهاش لايف للاسف. اكتر عودات اللي انا متضايق ان انا ما شفتهاش لايف يعني ان انا يعني كنت نايم فيها نمت سبت الرامبل ونمت. يعني انا كان في ماتش كده ما بين رومان رينز ومش فاكر مين كمان والله كان بارن كوربن ولا حاجه والله انا فاكر بس قفلت من العرض كله ونمت. يعني رومان رينز ايام البيج دوج طبعا يعني قفلت من العرض كله ونمت. فللاسف ما كنتش من الناس المحظوظين اللي شافوها لايف. صحيت انا فاكر اليوم ان انا صحيت بعدها لقيت في يعني مش فاكر لقيت تويتر مولع. كان ساعتها بقى التويتر ده يعني الحاجه اللي بعرف الاقي منها اي حاجه عن المصارعه. تويتر كان بينفجر في يا جدعان ايدج رجع. فاللي هو انا في سيل من الشتايم طلع بعدها. بس لا عوده ايدج للتاريخ انا بحب ايدج كمان الصراحه فمعلش يعني. بس اللي في المركز الاول بالنسبه لي احلى معلش. بس كده ده كان المركز الثاني. I have to manifest them. في المركز الاول معانا ومعلش قبل ما اقول لازم اقول عباره You have to live it so you can feel it. Survivor Series 2023 بعد ماتش الوور جيمز الماتش خلص. عودة راندي اورتن رجع. ماتش في شيكاغو العرض في شيكاغو. الماتش خلص العرض الكاميرا بتعمل خلاص اللي هي بتطلع لفوق كده اللي هي قفلة العرض. all copyrights claimed بتظهر تحت على اليمين. وفجأة سي ام بانك رجع. يا نهار ابيض يا جدعان بص انت هتشوفني مجنون. لا يا جماعه انت لازم تكون عايشها. انا حضرت العرض لايف وانا يا جماعه من جيل سي ام بانك واظن كلكم عارفين. انا قلت لكم انا من جيل بانك وسينا. فانا كنت بحب بانك عن سينا كمان زمان. فيعني يا جدعان بانك يرجع. يا خبر ابيض يا نهار ابيض. بعد كل ده كل رامبل استناه كل رامبل اسمع الاخبار بانك راجع. لا ما هيرجع رقم 30 ما بيرجعش. الرو ذكرى 25 سنه ظهر في البرومو قلنا كلنا هيرجع ما رجعش. الخناقات مع الاداره تريبل اتش بقى هو المسؤول ويعتبر رئيس الاتحاد اللي ما بينهم وبين بانك كميه مشاكل رهيبه وبانك يرجع. يا نهار ابيض. وطبعا اللي عمله بعد ما رجع بقى اذا كان عداوه مع ماكنتاير عداوه ايه حرب مع ماكنتاير عداوه فشيخه مع ماكنتاير. قول اللي انت عايز تقوله فيها. دلوقتي ماشي في عداوه مع سيس تمام يعني ممشيه الدنيا. مقدم عظمات ماتش هنا سيل ماتش الثلاثي في المنيا. لا بقى عوده بانك يا نهار ابيض. ويعني برضو مهما اوصف لك دلوقتي مش هتعرف تشوفني وانا قاعد بتفرج على العرض الساعه 6 الصبح تقريبا وشفت بانك بيرجع. يا دين النبي. لا كان عارف هيتشكوك بجد. انت قاعد مصدوم. انا مش عارف اتكلم اصلا. هو طب انا هقول ايه. بانك رجع. انا ما فضلت فتره فاكر ان انا مش عارف استوعب عوده بانك غير بعدها بقى لما وصلنا الرول اللي بعدها وبانك ظهر وكده وقال لك I'm not here to make friends I'm here to make money والكلام ده. تمام خلاص هو فهمت ان بانك رجع. لكن ساعتها انا ما كنتش متخيل ما كنتش مقتنع ان بانك رجع. لا العوده دي بالنسبه لي مركز اول. ده بالنسبه لي هي مركز اول واللي عمله بعدها كان تاريخي الصراحه. لا بانك مركز اول. معلش يا ايدج بس بانك اول. That maybe this company will be better after Vince McMahon's dead. بس كده دي كانت حلقه النهارده. يعني حلقه خفيفه حلقه لطيفه عشان والله قلت لك عشان الدراسه كده قلب اخوك وكده يعني.
غالبا الحلقات الجايه مش هتبقى فيها قصص قوي لان الوقت مش هيسعفني، لكن هنحاول نعمل ايه حلقات بتاع ده توب 5. هنحاول لو ساعات نطلع لايف على العروض المهمه كده يعني، هنحاول نظبطها مع بعض عشان برضو القناه ما توقفش يعني. بس تنساش تعمل حاجات اليوتيوب، الشير واللايك، تشترك في القناه عشان دي حاجات اليوتيوب مهمه برضو وكده عشان اخوك يعني. بس كده، ده كان فيديو النهارده وده كان نهايه الكلام. سلام.